Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Iraq. أعزائنا الحضور لنقف سويا للنشيد الوطني لجمهورية العراق. And now the national anthem of Maldives. والآن النشيد الوطني لجمهورية جزر المالديف. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع هذا البث الحي والمباشر من ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشهر، حيث يلتقي المنتخب العراقي في ثاني مواجهاته في البطولة أو في تصفيات بطولة آسيا تحت 23 سنة، والتي ستقام في العام القادم في دولة قطر. سيلتقي المنتخب العراقي في ثاني مواجهاته مع المنتخب المالديفي الذي يلعب ثالث مواجهاته في هذه التصفيات في مباراة تجمع الفريقين في هذه المواجهة. إذن هنا نشاهد تشكيلة المنتخب العراقي الذي يدخل مباراة بتشكيلة مكونة من حارس المرمى فهد طالب، في خط الدفاع صفاء جبار، علي فائز، مصطفى ناظم، حسين فلاح، في خط الدفاع في خط الوسط أحمد محسن، إبراهيم نعيم، علي حصني، وكذلك أمجد وليد، وفي خط الهجوم يتواجد الثنائي أيمن حسين وكذلك مهدي كامل. ويدرب المنتخب العراقي يحيى علوان، المدرب العراقي الكبير الشهير صاحب التاريخ الطويل مع كرة القدم العراقية، والذي يطمح كذلك بأن يصنع جيلا جديدا لمنتخب الكرة أو للكرة العراقية في المستقبل. إذا المنتخب المالديفي المنتخب الآخر الذي يواجه منتخب العراق في هذا اللقاء يدخل المباراة بتشكيلة مكونة من حارس المرمى جزلان محمد، في خط الدفاع يلعب إبراهيم حمدان، صمام قاسم، علي سمو، وحسين سيفاو، في خط الوسط حمدون محمد عرفان، عبد الواحد إبراهيم، حمزة محمد، وأحمد رضوان. في خط الهجوم يتواجد المهاجم محمد مصلح تحت قيادة المدرب عبد الغني أسد، الذي يحاول كذلك بأن يصنع أيضا منتخبا قويا للمستقبل في كرة القدم المالديفية، المنتخب الذي دائما ما يكون في المراكز المتأخرة في القارة الآسيوية. إذن المالديف يدخل مباراة اليوم كما ذكرت في مباراة الثالثة بعدما خسر مباراتين سابقتين في هذه التصفيات. خسر في المباراة الأولى أمام المنتخب اللبناني بهدفين لهدف واحد، وبعد ذلك خسر المباراة الثانية أمام منتخب البحرين بثلاثية نظيفة، وبالتالي هذا المنتخب يتذيل حاليا جدول ترتيب هذه المجموعة الأولى في التصفيات التي تضم كذلك منتخبنا الوطني ومع المنتخب المالديفي والعراقي، إلى جانب كذلك منتخبي لبنان والبحرين. أما المنتخب العراقي تحت قيادة يحيى علوان
يتواجد حاليا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط متساويا مع المنتخب اللبناني. المنتخب العراقي كان قد لعب مباراة واحدة وقد فاز في تلك المباراة في بداية مشواره في الجولة الثانية على المنتخب اللبناني ب4 أهداف مقابل 1001 في مباراة أظهرت كذلك القوة الهجومية الكبيرة للمنتخب الأبيض في لقاء اليوم المنتخب اللبناني. هنا المنتخب المالديفي وهنا حارس مرمى منتخب العراق فهد طالب، الحارس الذي كما ذكرت يعني دخل شباكه هدف واحد فقط، فيما يحاول كذلك في لقاء اليوم أن يتجنب كذلك دخول أهداف أخرى في مرمى هذا الحارس. حضور جماهيري بلا شك ضعيف جدا، ولكن حضور جماهيري جيد كذلك من العراقيين المتواجدين، وهنالك حضور جماهيري أيضا من بعض الجماهير العمانية التي سوف تساند منتخبنا الوطني الذي سوف يلعب المباراة الثانية في هذا المساء، والتي ستجمع منتخبنا كذلك مع المنتخب اللبناني. إذن يدير لقاء اليوم الحكم السعودي تركي الخضيري في خط أو كحكم ساحة. تركي الخضيري الواضح في الصورة أمامنا، والذي يعلن الآن بداية هذه المباراة، ويساعد كذلك بانغ جيول من كوريا الجنوبية، والمساعد الثاني نيونغ ثيونغ هو من فيتنام، والحكم الرابع هو فو من فيتنام كذلك. إذن مباراة يتوقع كذلك بأن تكون من مسار واحد وفي اتجاه واحد بالنسبة للمنتخب العراقي الذي بلا شك هو صاحب التاريخ الأكبر وصاحب كذلك الأفضلية قبل هذه المباراة بحساب الأرقام وكذلك بحساب التاريخ وبحساب كذلك الخبرة الكبيرة يتمتع بها لاعبو المنتخب العراقي مقارنة بالمنتخب المالديفي، منتخب جزر المالديف الذي لا يحمل كذلك أي تاريخ يذكر في مشاركاته على مستوى المنتخبات الأولمبية. هنا بداية هجمة الآن لصالح المنتخب العراقي الذي كما ذكرت سجل 4 أهداف على لبنان، ويحاول في مباراة اليوم أن يسجل أيضا عدد أكبر من الأهداف على اعتبار بأنه يطمح بأن ينهي هذه التصفيات متصدرا المجموعة، باعتبار المتصدر لهذه المجموعة سيصل مباشرة إلى النهائيات في دولة قطر. أما صاحب المركز الثاني فسوف ينتظر كذلك انتهاء جميع مباريات التصفيات الأخرى لمعرفة نصيبه من الصعود. ف5 منتخبات فقط من أصحاب المركز الثاني هي من ستتأهل إلى جانب أبطال المجموعات إلى دولة قطر وإلى النهائيات في دولة قطر. إذن بداية كرة أولى، وكذلك حالة السلل على لاعب منتخب العراق يشير لها المساعد الثاني نيونغ هو. حالة السلل كانت واضحة كما نشاهد في الكرة الماضية على اللاعب المتقدم أمجد وليد لاعب خط الوسط الأيسر، اللاعب الذي كان قد سجل في مرمى المنتخب اللبناني هدفا، وبالتالي يملك في رصيد هدف هو الهدف الأول في مشواره الأولمبي، على اعتبار بأن هذه الأسماء تبدأ مشوارها الأول في مسار الجمهورية. كرة ملعوبة أمامية الآن لصالح منتخب العراق في الجهة اليسرى في منتصف الملعب الآن، تصل مع إبراهيم نعيم، مقطوعة في منتصف الملعب الآن لصالح المنتخب المالديفي، للأمام ملعوبة باتجاه اللاعب المتقدم حمزة محمد، مقطوعة من أمامه تتحول لصالح منتخب العراق. لا زالت حتى الآن الكرات حائرة وطائشة بين لاعبي الفريقين. كرة مع صفاء جبار، يكسب خطأ لصالح المنتخب العراقي. هذا صفاء جبار اللاعب اللي سقط في أرضية الملعب قبل قليل بعد عرقلة كما نشاهد في الكرة الماضية، دخول كان من الخلف من اللاعب في الكرة الماضية محمد مصلح مهاجم منتخب المالديف. خطأ لصالح المنتخب العراقي، يرسل كرة عالية أمامية داخل منطقة الجزاء، لا تزال حائرة وخطيرة الآن لصالح المنتخب العراقي. خطأ الآن محمد تسديد، مرور بشكل سليم، تسديدة قوية، والهدف الأول يأتي بشكل مبكر جدا. الهدف الأول في الدقيقة الثالثة لصالح المنتخب العراقي يأتي عن طريق اللاعب أمجد وليد اللي ذكرت قبل شوي بأنه قد سجل في مرمى المنتخب اللبناني. يظهر أمجد وليد الآن ليضع المنتخب العراقي في المقدمة في أول 3 دقائق بعد مهارة جميلة في الاستلام وهدف جميل كذلك في مرمى المنتخب العراقي. هذا لاعب أو هذا أحد مشجعي المنتخب العراقي في المدرجات، شاهد الاستلام وبعد ذلك التمريرة الجميلة من فوق لاعب منتخب المالديف ثم تسديده في المرمى. شوف الكرة الماضية خطأ في الإبعاد من المدافع إبراهيم حمدان مدافع منتخب المالديف، واستلام بشكل رائع تماما كان عن طريق اللاعب أمجد وليد. إذن الهدف الأول للمنتخب العراقي لهذا اللاعب أمجد وليد الذي يضع المنتخب العراقي في المقدمة مبكرا جدا، وبالتالي يعني كما هو متوقع قبل لقاء اليوم بأن المنتخب العراقي سوف يعني ربما يدخل في حفلة أهداف في مباراة اليوم.
كرة ملعوبة الآن صالح المنتخب المالديفي مقطوعة. فارق الامكانيات كبير جدا، وفارق كذلك المهارات كبير، وكذلك فارق المستوى الفني واضح في ارضيه الميدان بين المنتخبين. الكره الان في المنتصف لصالح المنتخب المالديفي، يرسل الكره الامام، الكره الماضيه ما فيها شيء، استلام بطريقه خاطئه كان عن طريق اللاعب محمد مصلح، ولكن تعود لصالح المنتخب العراقي الان بشكل رائع تماما مع اللاعب حسين فلاح في الجهه اليمنى الى مصطفى ناظم، او الان مصطفى ناظم مع الكره الان. الكره الماضيه كانت من علي فائز، لمسه جميله لصالح المنتخب العراقي. المنتخب العراقي الذي عندما يظهر في البطولات فانه دائما ما يظهر كبطل او كاحد الاسماء المرشحه القويه اللي اخذ دور البطوله في اي مشاركه يشارك فيها. سنتحدث كذلك عن انجازات المنتخب العراقي وعن تواجده وكذلك عن حضوره القوي في اللحظات القادمه. هنا رايه وتسلل وضربه حره غير مباشره لصالح المنتخب المالديفي. الكره الماضيه اعتقد فيها ما فيها شيء، اللاعب او كان في لاعب مغطي من لاعبي منتخب المالديف في الكرة الماضية، المدافع حسين سيفاو. إذا تسلل الآن لصالح المنتخب المالديفي، كرة عالية ملعوبة أمامية الآن لصالح منتخب المالديف، استلام بالصدر بطريقة رائعة تماما عن طريق المدافع علي فائز، تصل إلى صفاء جبار يبحث عن أحد الزملاء، الكرة أمامية داخل أو خارج منطقة الجزاء، تصل لصالح المنتخب العراقي الآن بشكل رائع تماما في الجهة اليمنى. إرسال كرة عرضية قادمة قد تكون خطيرة عن طريق علي حصني، ولكن الكرة الماضية تبعد من دفاع المنتخب المالديفي. كرة تعود للخلف، الضغط واضح من بداية اللقاء لمصلحة منتخب العراق. تعود الكرة لحارس المرمى فهد طالب الذي لن يظهر كثيرا في لقاء اليوم. مصطفى ناظم يرسل كرة عالية أمامية لصالح المنتخب العراقي، استلام بشكل جميل ولكن تبعد من دفاع المنتخب المالديفي إلى خارج الملعب إلى رمي التماس لصالح منتخب العراق. اليوم ستنطلق المواجهات في بقية المجموعات. هنا مدرب المنتخب العراقي هو الثاني على الشاشة من جهة اليمين يحيى علوان مدرب منتخب العراق، وكان هنا ايضا محاولة صالح المنتخب العراقي ولكن تبع من دفاع المنتخب المالديفي. شاهدنا كذلك على يمين يحيى او على يسار يحيى علوان كذلك نجم كرة القدم العراقية في الثمانينات والتسعينيات، كذلك لاعب سعد قيس او حبيب جعفر، بالفعل حبيب جعفر مش سعد قيس، حبيب جعفر الاسمراني القصير الصغير، ومن يتذكر المنتخب العراقي في الثمانينات وتحديدا في كأس الخليج. هذا يحيى علوان مدرب المنتخب العراقي، ويحيى تاريخ طويل كمدرب في كرة القدم العراقية، بينما حبيب جعفر المساعد ايضا اللي يتذكر كأس الخليج التاسعة والثامنة او التاسعة تحديدا راح يتذكر حبيب جعفر وسرعة هذا اللاعب وامكانياته الكبيرة كجناح، كان سريع جدا في المنتخب العراقي. خطأ الآن لصالح المنتخب المالديفي، خطأ يحتسب للاعب حمزة محمد اللي حاول يتقدم في الجهة اليمنى ويكسب خطأ للمنتخب المالديفي. فرصة للمنتخب المالديفي لمعادلة النتيجة، ومن الفرص التي قد تكون نادرة في مباراة اليوم على اعتبار بأن المنتخب العراقي لن يسمح للمنتخب المالديفي بالتقدم. كرة مع حمزة محمد على تنفيذ الخطأ القادم، كرة عرضية ولكن تصطدم بحائط الصد، تتحول بعد ذلك إلى رمي التماس لصالح المنتخب المالديفي. كرة تعود للخلف الآن عالية أمامية داخل منطقة الجزاء، تبعد بالراس من دفاع المنتخب العراقي، استلام بشكل رائع تماما، يا سلام بشكل جميل. أبعد الكرة الماضية لاعب أحمد محسن لاعب الفريق لاعب نادي الميناء ولاعب المنتخب العراقي، 19 سنة فقط لهذا اللاعب الذي يرتدي رقم 10 مع المنتخب العراقي. كرة في الجهة اليمنى واضح في الصورة اللاعب علي فاز، مصطفى ناظم تصل الآن لصالح المنتخب العراقي في منتصف الملعب. مهدي كامل تغيير اتجاه بشكل كامل ايضا في الكرة الماضية من الجهة اليسرى الى الجهة اليمنى للمنتخب العراقي، بحث كذلك عن احد الزوايا وكذلك لاحد احد المنافذ في دفاع المنتخب المالديفي. المنتخب المالديفي يلعب بدفاع المنطقة اي بدفاع المتقدم للامام اللي يغطي كذلك على وسط ملعب المنتخب العراقي. خطأ ولمسة يد في الكرة الماضية على قائد المنتخب المالديفي اللاعب محمد عرفان، هذه لمسة اليد اللي كانت على اللاعب محمد عرفان. خطأ لصالح المنتخب المالديفي خارج منطقة الجزاء، أو لصالح المنتخب العراقي خارج منطقة الجزاء.
من الجماهير العراقية الحاضرة. هناك جماهير في المنصة أيضا حاضرة من الجماهير العراقية، وهنالك جماهير في الجهة المقابلة. حضور جماهيري جيد الآن من الجمهور العراقي الذي يحضر لمؤازرة منتخب أسود الرافدين. طبعا لقب أسود الرافدين يسمى للمنتخب الأول، فيما هنا يسمى هذا المنتخب بأسياد آسيا، المنتخب الأوروبي. كرة ملعوبة عالية أمامي الآن لصالح المنتخب العراقي، تبعد من دفاع المنتخب المالديفي، تصل في منتصف الملعب مع أحمد محسن، يعيدها للخلف إلى إبراهيم نعيم المتراجع في الكرة الماضية في قلب الدفاع بعد ما تقدم أيضا المدافعين الأمام. حسين فلاح، فارق البنية الجسمانية كذلك واضح، يعني لما تتكلم عن البنية الجسمانية بين المنتخبين العراقي والمالديفي لا نتحدث كذلك عن الطول، ولا نتحدث كذلك يعني ما نتكلم عن الطول، نتحدث عن القوة البدنية الواضحة لدى لاعبي المنتخب العراقي مقارنة بلاعبي المنتخب المالديفي. رمية تماس لصالح منتخب المالديف، كرة في منتصف الملعب الآن لصالح المنتخب العراقي. بداية هجمة الآن في الجهة اليسرى، تقدم اللاعب صفاء جبار، يرسل الكرة الأمام، استلام بشكل جميل بالرأس مع لاعب الارتكاز صانع اللعب المميز جدا مع المنتخب العراقي لاعب أحمد محسن، اللاعب اللي يوقع على كل تمريرات ولعبات المنتخب العراقي في المنتصف. اللاعب أحمد محسن، خط الآن لصالح المنتخب العراقي. أحمد محسن، فيما هنا نشاهد في الصورة أمامنا اللاعب إبراهيم نعيم اللي ارتكب بصالح الخطأ. كرة ملعوبة أمامية الآن لصالح المنتخب العراقي، مقطوعة في الجهة اليمنى الآن لصالح المنتخب المالديفي. مرور حكم اللقاء طالب استمرار اللعب بعد مطالبة من اللاعب حمزة محمد بوجود خطأ لصالح منتخب المالديف. صفاء جبار من أحمد محسن، تعود الخلف إلى مصطفى ناظم قائد المنتخب العراقي ولاعب نادي القوة الجوية في الدوري العراقي. كرة الآن فيها تقدم في الجهة اليسرى مع صفاء جابر، كرة عرضية أمامية خطيرة رأسية ولكن إلى خارج الملعب. رأسية كانت من أيمن حسين. أيمن حسين اللاعب اللي واضح أمامنا أحد هدافي التصفيات حتى الآن برصيد هدفين على مرمى المنتخب اللبناني. تقدم في الكرة الماضية وحاول أن يضع رأسه أو يضع الكرة باتجاه الشباك بكرة رأسية، ولكن الرأسية الماضية اللي كانت من اللاعب أيمن حسين تحولت إلى خارج الملعب. أيمن حسين كما ذكرت سجل هدفين في مرمى المنتخب اللبناني، وبالتالي هو يعتبر كذلك أحد هدافي الدورة إلى جانب اللاعب البحريني كوميل حسين وأيضا اللاعب اللبناني إليكس توني. كرة ملعوبة الآن في منتصف الملعب، تبعد من دفاع المنتخب المالديفي في المنتصف، مرور بشكل جميل ولكن التمريرة الماضية ليست لأحد تصل أقرب إلى حارس مرمى المنتخب العراقي الحارس فهد طالب، حارس مرمى أيضا القوة الجوية اللي يقدم للمنتخب الحارس فهد طالب، وكذلك المدافع مصطفى ناظم فريق القوة الجوية. كرة ملعوبة الآن في المنتصف لصالح المنتخب العراقي، تبعت تتحول مرتدة الآن عن طريق المتقدم أحمد رضوان، يرسل الكرة الأمام فيها راية وتسلل الكرة الماضية بالفعل، تسلل على لاعب محمد مصلح وضربة حرة غير مباشرة لصالح المنتخب العراقي. هذه عادة الكرة الماضية بالفعل لحظة خروج الكرة، التسلل الواضح على اللاعب محمد مصلح، والراية سليمة كذلك من المساعد الأول الكوري الجنوبي بانغ جيول. كرة في الجهة اليسرى لصالح المنتخب العراقي. كما ذكرت هذه هي المجموعة الأولى بوجود منتخبنا مع المنتخب البحريني والعراقي واللبناني والمالديف، وهنالك أيضا 9 مجموعات أخرى سنتحدث عنها بعد هذه الكرة القادمة. حارس المرمى يتألق في إبعاد الكرة الماضية من أمام المهاجم أيمن حسين. تمريرة كانت ذكية في الكرة الماضية عن طريق اللاعب مهدي كامل باتجاه أيمن حسين، ولكن حارس المرمى جزلان محمد كان موجود في المكان المناسب وأبعد الكرة الماضية لمصلحة المنتخب العراق. رمية تماس لمصلحة منتخب العراق أو لمصلحة المنتخب المالديفي في الجهة اليسرى مع لاعب حسين سيفاو. كرة ملعوبة الأمام
محاولة التقدم والمرور، ولكن التغطية حاضرة في الكرة الماضية لصالح المنتخب المالديفي. المحاولة تزال مستمرة الآن في الجهة اليسرى، محاولة التقدم وارسال الكرة الأمام بشكل ذكي، ولكن أيضا تدخل دفاعي سريع في الكرة الماضية وإبعاد الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لمصلحة المنتخب المالديفي. يحاول المنتخب المالديفي بين لحظة أخرى أن يصل لمرمى المنتخب العراقي ويجد كذلك المسافات والمساحات لدخول الدفاع العراقي، ولكن غير ذلك لا توجد هنالك خطورة حقيقية على مرمى المنتخب العراقي، لا توجد هنالك فرص حقيقية من لاعبي المنتخب المالديفي. كرة من لاعب خط المنتصف اللاعب عبد الواحد إبراهيم، تصل الآن في الجهة اليسرى لصالح أو اليمنى لصالح المنتخب العراقي، تقدم سريع في الجهة اليمنى لصالح المنتخب العراقي مع علي حصني، يرسل كرة عرضية أمامية عالية خطيرة ولكن إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب المالديفي. هذه عاد الكرة الماضية، تقدم بشكل سليم جدا في الكرة الماضية عن طريق اللاعب علي حصني وأرسل كرة قوية، ولكن الكرة الماضية علت العارضة وتحولت إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى لصالح المنتخب المالديفي. المجموعة الثانية في هذه التصفيات تضم منتخبات الكويت وتركمانستان وباكستان وقرغيزستان والأردن، فيما المجموعة الثالثة تضم منتخبات إيران وفلسطين والسعودية وأفغانستان والنيبال. المجموعة الرابعة تضم منتخب الإمارات وسريلانكا واليمن وطاجكستان. المجموعة الخامسة تضم أوزبكستان والهند وسوريا وبنغلاديش. المجموعة السادسة تضم تايوان واستراليا وهونغ كونغ وميانمار. والسابعة تايلاند وكمبوديا وكوريا الشمالية والفلبين. وكذلك المجموعة الثامنة تضم اندونيسيا وتيمور الشرقية وكذلك كوريا الجنوبية وبروناي دار السلام. والمجموعة التاسعة تضم اليابان وماليزيا وماكاو وفيتنام. والمجموعة العاشرة تضم منتخبات سنغافورة والصين ومنغوليا ولاوس. يعني لو نلاحظ أن مجموعة منتخبنا والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة، أول ثلاث مجموعات هي المجموعات الثلاثة المجموعات الوحيدة اللي لها فيها خمسة منتخبات في المجموعة. بقية المجموعات كلها تضم 4 منتخبات في كل مجموعة. كنا ملعوبة أمامية لصالح المنتخب المالديفي، خطأ لمصلحة المالديف. مجموعتنا هذه المجموعة الأولى، وكذلك المجموعة الثالثة مجموعة إيران وفلسطين والسعودية وأفغانستان ونيبال هي المجموعتين الوحيدتين اللتان قد بدأتا التصفيات رسميا، وكان من المفترض كذلك المجموعة الثانية أن تكون بدأت، ولكن بسبب بعض الأمور الأمنية التي جرت في مدينة لاهور وكذلك الانفجارات التي أصابت مدينة لاهور الباكستانية من المفترض أن تستضيف المجموعة الثانية، تم تأجيل مباريات تلك المجموعة إلى أجل غير مسمى إلى الآن، والتأجيل مع تغيير كذلك مكان إقامة التصفيات. المجموعة الثانية تضم كذلك الكويت وتركمانستان وباكستان وقرغيزستان والأردن. كرة تعود للخلف الآن لصالح المنتخب العراقي من صفاء جبار في الجهة اليمنى، تصل مع علي فايز ثم في منتصف الملعب. هذا حبيب جعفر اللي كنت أتكلم عنه. كرة ملعوبة أمامية الآن لصالح المنتخب العراقي، تدخل سريع في الكرة الماضية، إرسال اللي كان واضح في الصورة بالفعل هو كان مدرب منتخب المالديف وليس عبد الغني، أو عفوا ليس هو مدرب المنتخب العراقي. هنا الكرة الماضية، هنا الكرة الماضية، هذه الكرة الماضية الخطيرة اللي كانت لصالح المنتخب العراقي. شوف الكرة العرضية الماضية ثم خطأ من حارس المرمى في إبعاد الكرة، والتسديد كان عن طريق اللاعب أمجد وليد. هذه عادة الكرة الماضية، تهيأت أمام أمجد وليد والمرمى يعني مشرع أمام اللاعب أمجد وليد، ولكن شوف الكرة الماضية رغم أن المرمى فاضي لكن التسديد الماضية تحولت إلى خارج الملعب، وبالتالي ضاع فرصة هدف محقق لصالح المنتخب العراقي. اللحظة الماضية تتحدث عن اللاعب حبيب جعفر، ولكن بالفعل الكرة اللي كان في الصورة هو مدرب المنتخب المالديفي عبد الغني أسد. كرة ملعوبة أمامية الآن لصالح المنتخب العراقي، رمية تماس لصالح المنتخب العراقي، تصل في المنتصف، تغيير اتجاه اللعب بشكل مثالي وجميل من اللاعب أحمد محسن.
هذا تركي الخضيري أو تركي الخضير، مدرب أو حكم لقاء اليوم وأحد الحكام السعوديين المميزين كذلك في المملكة العربية السعودية. كرة ملعوبة أمامية الآن، تصل في الجهة اليمنى، رسالة كرة الأمام تعود لصالح المنتخب العراقي. نلعب في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، وتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل. في الدقيقة الثالثة الهدف أتى عن طريق اللاعب أمجد وليد الذي أصبح لديه الآن هدفان في التصفيات. هنا بعض الجماهير العراقية تأخذ وتلتقط كذلك بعض الصور للذكرى، وهي تشجع وتؤازر منتخب بلادها في مباراة اليوم مع المنتخب المالديفي. دائما الإحساس الوطني يكون حاضر في الغربة دائما بالنسبة للعراقية، وكذلك لأي جنسية أخرى تأتي وتشاهد كذلك منتخب بلدها يلعب في الدولة تقيم فيها. هنا بعض الجماهير ورابطة مشجعين المنتخب العراقي هنا في السلطنة. كرة عالية أمامية الآن لمصلحة منتخب العراق، استلام بشكل مثالي، يا سلام، تمريرة جميلة جدا، كرة عرضية خطرة ولكن تعود إلى حارس المرمى. عرضية جميلة جدا عن طريق اللاعب علي حصني اللي غير اتجاه أو غير مكانه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، لكن شاهد التمرير الماضي من مهدي كامل رائعة تماما باتجاه اللاعب علي حصني اللي أرسل كرة عرضية مثالية بقدمه اليمنى اللي اعتاد عليها، ولكن تدخل دفاعي سليم وتألق لحارس المرمى في إبعاد الكرة الماضية. لا تزال محاولات لصالح المنتخب العراقي، الأفضل، الأخطر، الأكثر سيطرة، الفريق الذي يلعب كذلك يعني بأقل مجهود، وهو يحسب كذلك مسألة المجهود بشكل واضح جدا، على اعتبار بأن يعلم هذا المنتخب بأنه أيضا تنتظره مباريات أخرى في التصفيات. سيواجه بعد هذا اللقاء سيواجه منتخبنا الوطني، أو سيواجه تحديدا المنتخب البحريني، وكذلك سيواجه المنتخب أو سيواجه أيضا منتخبنا الوطني. كرة ملعوبة أمامية الآن لصالح منتخب العراق، ولكن الكرة الماضية طالت تحولت إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى لصالح المنتخب المالديفي. واضح في الصورة لاعب المنتخب العراقي مهدي كامل، لاعب نادي الشرطة، 20 سنة لهذا اللاعب الشاب الذي يملك في التصفيات هدف وحيد على مرمى المنتخب العراقي في المباراة الأولى. الجماهير العراقية تؤازر، تشجع، تقف مع المنتخب العراقي، تحاول كذلك أن تشاهد وتدعم لاعبيها لمشاهدة هدف آخر في اللقاء. كرة مع لاعب خط الوسط أحمد محسن، اللاعب الراقي تماما في أداء في وسط ملعب المنتخب العراقي، كرة عرضية خطيرة ولكن إلى خارج الملعب. أيضا علي حصني اللاعب اللي كما ذكرت غير مركزه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، ولكن حتى الآن هو غير موفق في هذه الجهة، وإن كان قد ظهر بشكل أكبر من خلال لعبتين في دقيقتين لهذا اللاعب في الكرتين الماضيتين. اللاعب علي حصني كرة أولى وصلت إلى حارس المرمى، والكرة الماضية أرسل كرة عرضية ولكن تحولت إلى خارج الملعب لرمية تماس. كرة صالح المنتخب العراقي الآن تصل في الجهة اليسرى مع علي حصني، ارسال كرة بشكل مثالي جدا في تقدم مع جبار، ولكن الكرة الماضية طارت على صفاء جبار. لا تزال صالح المنتخب العراقي في منتصف الملعب، مقطوعة الآن مرتدة قد تكون لكنها ليست سريعة، كنا نقول يعني ممكن مرتدة سريعة، ولكن السرعة غائبة تماما في المرتدات الحمراء، مرتدات المنتخب المالديفي. كرة ملعوبة بالخطأ الآن من حارس المرمى، تصل في المنتصف الآن لصالح المنتخب العراقي مع أحمد محسن، أسماء صغيرة شابة يعتقد بأنها ستفتح لنفسها المجال للانتقال إلى ملاعب محترفة خارج الملاعب العراقية، والمنتخب العراقي الأول يضم أسماء عديدة محترفة خارج العراق. كرة ملعوبة أمامية الآن في الجهة اليسرى، تقدم بشكل رائع تماما مع اللاعب صفاء جبار، ياخذ المجال لنفسه،
يرسل كرة عرضية ولكن تصطدم بأحد لاعبي المنتخب المالديفي. تتحول الآن لمصلحة منتخب المالديف. مرور بشكل مثالي جدا مع وجود مساحة رائعة للاعب محمد عرفان، يرسل كرة أمامية في الجهة اليمنى. وجود تغطية دفاعية حاضرة في الكرة الماضية من اللاعب المتراجع مصطفى ناظم اللي يبعد الكرة الماضية إلى رمية تماس لصالح المنتخب المالديف. رمية تماس لصالح منتخب المالديف. التنفيذ إبراهيم حمدان لمصلحة منتخب المالديف. تعود للخلف مقطوعة من أمام اللاعب عبد الواحد إبراهيم، تصل لصالح المنتخب العراقي في المنتصف مع أحد أبرز لاعبين المباراة حتى الآن، وقد يكون الأفضل لاعب أحمد محسن. يتغير اتجاه الكرة الماضية الآن في الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب العراقي. سكرة عرضية خطيرة رأسية ولكن تبعد من دفاع المنتخب المالديفي. عرضية كانت مثالية ورأسية كانت حاضرة، ولكن الابعاد كان من دفاع المنتخب المالديفي في الكره الماضيه. كره ملعوبه الان الى خارج الملعب، لا تزال في ارضيه الميدان. الكره الماضيه تتحول مرتده لصالح المنتخب المالديفي، بحث كذلك عن فرصه للانتشار للامام، ولكن المنتخب العراقي فرض سيطرته بشكل كامل في المباراه حتى الان. كره في الجهه اليمنى لصالح المنتخب المالديفي. محاول المرور والتقدم، تغطيه حاضره من لاعبي منتخب العراق. مصطفى ناظم يبدا المالديفي. محاول المرور والتقدم، تغطية حاضرة من لاعبين منتخب العراق. مصطفى ناظم يبدأ هجمة الآن لصالح المنتخب العراقي في الجهة اليسرى مع علي حسني. إرسال كرة بالعرض ولكن مقطوعة، تصل لصالح المنتخب المالديفي في منتصف الميدان مع حمدون محمد، اللاعب الذي يعني لعب في المباراتين السابقتين كلاعب مدافع، ولكن في لقاء اليوم يلعب كلاعب وسط ارتكاز يعوض غياب اللاعب الذي يغيب عن المنتخب المالديفي اللاعب محمد وسام، اللاعب الذي يغيب في مباراة اليوم بداعي الإيقاف بسبب حصوله على بطاقتين صفراوين. خطأ الآن لصالح المنتخب العراق، ولكن لعبة الكرة الماضية تتحول مرتدة لصالح المنتخب المالديفي. أقرب مع حارس المرمى فهد طالب. المنتخب العراقي تاريخ كبير في مشاركاته على مستوى المنتخبات الأولمبية. المنتخب الذي كان قد شارك مرة واحدة أو وصل لمرة واحدة فقط إلى نهائيات أو إلى بطولة أو إلى دورة الألعاب الآسيوية أو دورة الألعاب الأولمبية عفوا، وكانت المرة الوحيدة في أثينا في عام 2004. الوصول الأول للمنتخب العراقي الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية كان وصولا مشرفا، على اعتبار بأن المنتخب العراقي في تلك الدورة في عام 2004 في أثينا استطاع كذلك أن يصل الدور نصف النهائي، واستطاع كذلك أن يعني يلعب مباراة المركزين الثالث والرابع، وكان قد خسر في تلك المباراة أمام المنتخب الإيطالي بهدف دون مقابل، وبالتالي حصل على المركز الرابع. يحيى علوان تاريخ كبير لهذا المدرب الذي يبلغ من العمر أو الذي هو من مواليد 1956، المدرب الذي كان لاعبا مع فريق نادي الطلبة من عام 1974 إلى عام 1984، وبعد ذلك بدأ مشواره التدريبي مع نادي الطلبة من عام 85 إلى عام 87. كرة ملعوبة أمامية الآن لصالح المنتخب المالديفي، تسديدة قوية خطرة، جول! هدف مفاجئ للمنتخب المالديفي، هدف مفاجئ جدا لصالح المنتخب المالديفي بعكس مجريات اللعب وكذلك بعكس المتوقع. المنتخب المالديفي يواجه أو يفاجئ المنتخب العراقي بهدف التعادل في هذه اللحظات. هدف التعادل يأتي لصالح المنتخب العراقي أو لصالح المنتخب المالديفي عن طريق اللاعب حمزة محمد. استغل عدم وجود لاعب وسط يغطي الكرة الماضية، وكذلك يعني حارس المرمى كان تفاجأ بتغيير اتجاه الكرة الماضية، وبالتالي سكنت شباك حارس المرمى فهد طالب. شوف الكرة الماضية غيرت اتجاهها بعد ما اصطدمت كذلك بقدم المدافع علي فايز. التسديدة كانت ضعيفة جدا، ولكن تغيير اتجاه الكرة من المدافع علي فايز حاول فيها فهد طالب، ولكن ردة الفعل كانت من حارس المرمى بطيئة، وبالتالي سكنت الشباك ليعادل المنتخب المالديفي المنتخب العراقي النتيجة في الدقيقة 28. هدف لهدف. هذا الهدف بلا شك سيحمس لاعبي المنتخب العراقي في اللحظات القادمة. كرة ملعوبة ميلان لصالح المنتخب العراقي، فرصة الثاني، محاولة هزام مستمرة، الثاني قادم، حارس المرمى يتألق في الإبعاد،
ولكن المدافع كذلك يبعدها المرة الثانية. فرصة خطيرة تضيع على المنتخب العراقي لإضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب أيمن حسين. الكرة الماضية ضاعت على المنتخب العراقي رغم الفرصة المواتية. شوف الكرة الماضية، التمريرة الجميلة كانت عن طريق اللاعب علي حصني باتجاه أيمن حسين، أخذ الكرة بشكل جميل، سند الكرة باتجاه المرمى، ولكن تألق من حارس المرمى وبعد ذلك من المدافع علي سموه اللي أبعد الكرة الماضية عن مرمى المنتخب المالديفي. هدف لهدف. المنتخب المالديفي سجل في المباراة الأولى على المنتخب اللبناني ويسجل الآن. الهدف الثاني يضيع، الهدف الثاني يضيع على المنتخب المالديفي على اللاعب المتقدم أحمد رضوان. المالديف تعود بقوة وكادت أن تسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب أحمد رضوان بعد كرة عرضية جميلة من عبد الواحد إبراهيم، أرسل كرة بالقلم والمسطرة باتجاه أحمد رضوان، ولكن رأسية رضوان لم ترضى أن تدخل المرمى وبالتالي ضاعت فرصة هدف ثاني صالح المنتخب المالديفي. خطرة أيضا تضيع فرص بالجملة من الجانبين، هذه المرة من اللاعب مهدي كامل. تقدم من علي حصني في الجهة اليسرى، أرسل كرة عرضية مثالية ورأسية كانت حاضرة ولكنها لم تعانق الشباك لمرمى المنتخب المالديفي، وتضيع كذلك فرصة على المنتخب العراقي. المنتخب العراقي راح يسجل إذا ما استمر بالوصول، راح يسجل على اعتبار بأن هو وصوله سهل، واخطاء دفاع المنتخب المالديفي هي اخطاء ساذجه تسمى في عالم كره القدم اخطاء ساذجه، يعني اخطاء لا تحدث في خط دفاع فريق بمستوى منتخب. خطر لصالح المنتخب المالديفي. كما ذكرت المالديف لما توصل تسجل، سجلت في مرمى المنتخب اللبناني وسجلت اليوم في مرمى المنتخب العراقي، وكانت كذلك أن تسجل هدف ثانيا على مرمى المنتخب العراقي في رأسية اللاعب أحمد رضوان، ولكن الكرة الماضية ضاعت على المنتخب المالديفي. كرة ملعوبة في منتصف الملعب لصالح منتخب العراق في الجهة اليمنى، إرسال كرة بشكل سريع لبداية هجمة سريعة لصالح المنتخب العراقي. تقدم بشكل مثالي في المنتصف الآن مع مهدي كامل لاعب الوسط الجميل جدا مع اللاعب أحمد محسن، يشكلان ثنائي وسط رائع تماما في المنتخب العراقي. يا سلام علي حصص، كرة عرضية أمامية خطيرة رأسية ولكن تمر، لا تزال محاولة مستمرة وخطيرة ولكن أيضا تبعد من المدافع صمام قاسم. صمام دفاع المنتخب المالديفي صمام قاسم صمم في إبعاد الكرة الماضية، بالتالي أبعدها، بالتالي تحولت إلى ركنية الآن لصالح المنتخب العراقي. ركنية عراقية على يسار حارس المرمى، كرة عالية أمامية بالرأس، لا تزال محاولة خطيرة يبعد حارس المرمى وتضيع كذلك فرصة أخرى لصالح المنتخب العراقي. فرص بالجملة المنتخب العراقي عليها لا يستعجل إذا ما أراد التسجيل، لأن بإمكانه أن يصل، ولكن يبحث كذلك عن نوع من الهدوء في اللحظات القادمة. شوف الكرة الماضية حاول فيها المهاجم والمدافع المتقدم اللاعب مصطفى ناظم، ولكن أبعد حارس المرمى محاولة زل خطيرة ولكن سهلة في يد حارس المرمى جزلان محمد. هذا حارس المرمى جزلان محمد أبعد الكرة الماضية، وكذلك اصطدم بلاعب المنتخب العراقي. هذه عادة الكرة الماضية، الاصطدام كان بينه وبين اللاعب مهدي كامل. سلامات لحارس المرمى جزلان محمد. الحارس المالديفي حارس مرمى فريق إيجلز المالديفي ب 21 سنة لذلك اللاعب. هنا بعض اللقطات الجميلة لأبرز لقطات هذه المباراة ولحظاتها كذلك وفرصها الضائعة كذلك وحالات الحسرة والفرح من جانب لاعبي الفريقين اللذان في هذه اللحظات يعيش لاعبو فترة من الاسترخاء والراحة باعتبار علاج حارس المرمى جزلان محمد. اليوم كما ذكرت تنطلق بقية المجموعات، المجموعة الثالثة والخامسة وعفوا المجموعة الثانية تحديدا في هذا المساء. المجموعة الثانية كما ذكرت لن تلعب مبارياتها في هذا المساء على اعتبار تم تأجيلها، وبالتالي المجموعة الوحيدة التي حتى الآن لم تلعب مبارياتها ولن تلعب إلى الآن المجموعة الثانية، ولكن اليوم ستنطلق مباريات المجموعة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة قبل هذه المواجهة
في هذا اليوم المنتخب الياباني اكتسح منتخب ماكاو ب7 أهداف نظيفة، واستراليا اكتسحت هونغ كونغ ب6 أهداف نظيفة، وكوريا الجنوبية اكتسحت بروناي دار السلام ب5 أهداف نظيفة، وبنفس النتيجة فازت أوزبكستان على الهند، وكوريا الشمالية كسبت الفلبين ب4 أهداف نظيفة، والصين فازت على منغوليا بهدفين نظيفين. نتائج متوقعة حتى وإن كانت على مستوى المنتخبات الأولمبية، ولكن تبقى المنتخبات صاحبة الاسم والتاريخ وكذلك السلطة الكبيرة في كرة القدم الآسيوية، مثل استراليا واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وأوزبكستان حاضرة بقوة. هنا خطأ في الكرة الماضية، نشاهد هذه إعادة الكرة الماضية، الخطأ اللي كان من اللاعب محمد مصلح على المدافع مصطفى ناظم مدافع المنتخب العراقي. بدأ نوعا ما المنتخب العراقي يشعر بنوع من الخوف خلينا نقول، او نوع من الحذر من لاعبي المنتخب المالديفي بعد الوصول المستمر بين فترة وفترة كذلك من لاعبي المنتخب المالديفي لمرمى المنتخب العراقي. هذه عادة ايضا للخطأ في منتصف الملعب لمصلحة منتخب المالديف، وسقوط ايضا لاعب من لاعبي منتخب المالديف. المنتخب المالديفي اللي بلا شك حصوله على نقطة في مباراة اليوم يعتبر بالنسبة له إنجاز، وبالتالي يحاول المنتخب المالديفي أن يكسب بعض الوقت كذلك وبعض الدقائق وإضاعة بعض الثواني في هذه أو في هذا الشوط تحديدا. هنا الجماهير العراقية الحاضرة تشجع تؤازر، والمنتخب العراقي حتى الآن يعني رافع راس لجمهور المنتخب العراقي من خلال أداء، ولكن النتيجة إلى الآن ليست بالنتيجة التي يبحث عنها لاعب المنتخب العراقي. اليوم سيلتقي أيضا المنتخب السعودي مع المنتخب الأفغانستاني، وتلعب ميانمار مع تايوان، وسوريا مع بنغلاديش، وتايلاند مع كمبوديا، اندونيسيا ستقابل تيمور الشرقية، لاوس تلعب مع سنغافورة، إيران تواجه المنتخب الفلسطيني، ماليزيا تواجه المنتخب الفيتنامي، الإمارات ستواجه منتخب سريلانكا، وكذلك في نفس المجموعة الرابعة سيلتقي اليمن مع طاجكستان. وأيضا ستختتم مباريات هذه الأمسية الأولمبية الآسيوية بلقاء يجمع منتخبنا الوطني مع المنتخب اللبناني في تمام الساعة 8:30 بالتوفيق للأحمر في مباراته مع المنتخب اللبناني في هذه التصفيات. كرة ملعوبة أمامية، المنتخب الوطني حتى الآن يملك نقطة واحدة فقط من خلال تعادل وحيد في مباراة الافتتاحية مع المنتخب البحريني في هذه المجموعة. كرة ملعوبة الآن لصالح المنتخب العراقي في الجهة اليسرى مع علي حصني يلعب كرة أمامية رأسية خطيرة، ولكن الرأسية الماضية كانت عن طريق المهاجم أيمن حسين خاطئة ولم تكن باتجاه المرمى. حاول فيها المهاجم أيمن حسين، ولكن الكرة الماضية وصلت سهلة. هذا أيمن يبحث عن نفسه حتى الآن اللاعب أيمن حسين، كان بإمكانه أن يسجل أكثر من هدف في مباراة اليوم اللاعب أيمن حسين. كرة ملعوبة أمامية الآن لصالح المنتخب العراقي في منتصف الملعب مع أحمد محسن في الجهة اليسرى، محاولة خطيرة، سكوة عرضية خطرة ولكن بعيدة. العرضية الماضية من مهدي كامل كانت بعيدة على المهاجم أيمن حسين، وبالتالي ضاعت فرصة أيضا على المنتخب العراقي. هذه عادة الكرة الماضية، تقدم اللاعب مهدي كامل وعرضية مهدي كانت بعيدة كذلك على اللاعب أيمن حسين لتضيع كذلك فرصة أخرى على المنتخب العراقي. براءة الأطفال حاضرة في المدرجات. كرة مرتدة سريعة الآن لصالح المنتخب العراقي، علي حصني ياخذ كرة نفسه، سكوة عرضية خطيرة ولكن تبعد من دفاع المنتخب المالديفي. حاول يرسل كرة باتجاه المرمى ولكن الإبعاد أتى من الدفاع. كرة ملعوبة أمامية الآن لمصلحة المنتخب العراقي في الجهة اليمنى. بدأ المنتخب العراقي يفض ويعود كذلك لسيطرته التي بدأ بها المباراة. كرة ملعوبة أمامية الآن لصالح المنتخب المالديفي ولكن بعيدة إلى خارج ملعب رمية تماس لمصلحة المنتخب المالديفي. سقوط أيضا لاعب آخر من لاعبي منتخب المالديف. كما ذكرت لاعبي المنتخب المالديفي يحاولون
فيما تبقى من زمن الشوط الأول، كسب بعض الدقائق والثواني. سقوط آخر للاعب عبد الواحد إبراهيم، اللاعب الذي كاد أن يصنع الهدف الثاني لمصلحة المنتخب المالديفي. هنا بعض الجماهير الحاضرة تتابع وتناظر هذه المباراة. كما ذكرت 10 مجموعات. هنا سقوط اللاعب عبد الواحد إبراهيم. 10 مجموعات في هذه التصفيات. المجموعة الأولى تقام هنا في السلطنة، المجموعة الثانية كما ذكرت سيتم تحديد بديل لباكستان لاستضافة تلك المجموعة. المجموعة الثالثة تقام حاليا في إيران. المجموعة الرابعة تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.